يا حياة جبنون الفنانة التي اعتزلت الفن ظنا منها أنها بذلك تتوب إلى الله وتتقرب إليه. الفن نحن اليوم سنلتحق بالعصر الذهبي، عصر الفن والجمال والحب اللامشروط. فأنت لديك موهبة، والموهبة هي رسالة في الحياة، يمكن أن ترفه على الناس وتصلح وترتقي بمشاعرهم وتصلح ذواتهم. فأنت تخليت عن رسالتك في الحياة وشغفك في الحياة الذي يمكن أن يسعدك ويرتقي بك، يرتقي بموهبتك، ترتقين وتسقلينها وترتقين نحو الأفضل، وتركت ذلك كله ودسست دماغك في كتب أكل عليها الدهر وشرب، لا تنفعك ولا تنفع أحد. ما ينفعك هو فقط تواصلك الجيد مع الله بالقرآن. فأنت حين تتدبرين القرآن وتصلين في وقته وتدعين الله، فذلك يكفي من أجل البركة في حياتك ومن أجل توفيقك في أداء رسالتك وصقل مواهبك. فاعتزالك للفن ليس ذلك ما سيدخلك الجنة. ما سيدخلك الجنة هو أن تؤدين رسالة فيها رقي للوعي البشري، وفيها نفع لك ولمن حولك، فيها سعادة لك ولمن حولك. فالذين يدخلون الجنة هم المصلحون، هم أصحاب الأعمال الصالحة، الأعمال التي فيها رقي للوعي البشري. والسلام عليك يا حياة يا جبنون.